فاكر لما رسمنا قبل كده شخص مندهش؟ في الفيديو ده هنعمل تغيير بسيط قوي في الملامح، هيغير المعنى تماما. اول حاجة طبعا بنجيب الورقة والقلم بتوعنا وبنرسم بقى الوشوش بتاعتنا. هرسم مثلا 3 وشوش، 3 دواير، هي دي وشوش الشخصيات بتاعتي. اول حاجه برسم الشخص المندهش زي ما اتكلمنا قبل كده، الحواجب المرفوعه اللي هو مندهش بقى، يعني شاف حاجه واو واستغرب منها جدا. العينين المبرقه، نن العين او البؤبؤ زي ما بيقول البعض في النص بالظبط. المناخير في النص عادي. طبعا حركه الشفايف او حركه البق اللي هو مفتوح كده بطريقه فيها استغراب، يحسسك ان ده بيقول واو او شاف حاجه عجيبه جدا. الودان طبعا في نفس محاذاة العين، في نفس الخط اللي هو بالعرض. ونعمل له بقى الشعر علشان يبقى الشخصية بتاعتنا كاملة. طيب خلينا بقى نعمل تغيير بسيط جدا، ولكن في الشخصية اللي بعد كده هنعمل برضو نفس رفعة الحواجب، نفس العينين المبرقة ونن العين اللي في النص بالظبط، والمناخير في نفس المكان، ولكن البق هنا هيختلف، هخليه مبتسم شوية او بادئ يضحك. انا عاوز الشخصية دي تبقى شاف حاجة او استغرب من حاجة فرحته او شاف مفاجأة. فاهم المعنى؟ مش بس انه استغرب، لا هو شاف حاجة فرحته. نرسم بقى الشعر والودان والحاجات دي كلها. طبعا يعني ايه، يعني مش هنذكر التفاصيل قوي علشان ما نطولش في الفيديو اكتر من كده. خليني بقى اللي بعد كده هرسم برضو نفس الحواجب، نفس العينين المبرقة، نفس المناخير وكل حاجة، ولكن الفرق في البق هخليه مقوس لتحت، يعني عارف زي حزين كده، تمام؟ بحيث ان هو شاف حاجة يا اما خضته او حاجة حزنته او حاجة هتخليه يحزن او شاف حاجة مش ولا بد. طيب نفس الودان بقى في نفس محافظة العين والكلام ده كله والشعر والحاجات دي كلها، بس خلينا نتكلم في المهم. انا ممكن اعمل تغيير كمان في الحواجب، اخليها يعني مرفوعة كده فيها حزن شوية، بحيث ان هو يبقى شاف حاجة حزنته او حاجه، يعني شاف حاجه اتفاجئ بيها، مش احسن مفاجاه يعني. خلينا بقى يعني بما اننا سخنا كده، خلينا نشتغل على حركه الجسم كمان، مش بس تعبيرات الوش. انا هرسم واحد ماشي عادي وشايل مثلا صندوق او شايل اي حاجه. طبعا حركه اللي ماشي اتكلمنا فيها قبل كده، في رجل قدام وفي رجل ورا، يعني ماشي عادي تمام. شايل بقى، انا هعمله بقى دراعه ممدود كده وشايل وليكن صندوق او كرتونه او اي حاجه بالشكل ده كده، تمام؟ دي حركه الجسم عادي جدا. طيب خليني كده اشتغل على الملامح. انا هعمل بقى ملامح عاديه جدا، تمام؟ يعني مثلا ادي الحواجب وادي العينين، باصص لنا مثلا ومبتسم، تحس ان ملامحه مرتاحه كده شويه. طبعا انا مش راسم بالتفاصيل قوي، انا بس يعني بناقش معاك الفكره علشان يعني ما نخشش في مواضيع تانية. فانا عاوز بقى الشيله دي تبقى شيله تقيله، تمام؟ همسح الملامح اللي هي الملامح المرتاحة دي، وكذلك همسح برضو حركة الرجل، يعني اي حاجة تديني احساس انه ماشي مرتاح، دي حسستني ان هو شايل حاجة خفيفة وماشي. طيب انا عاوز بقى ده يبقى شايل حاجة تقيلة. اول حاجة بتني رجله من عند الركبة كده وبلزق القدم بتاعتها، يعني القدم بتاعته بلزقها في الارض اللي هي الخط المستقيم ده، تمام؟ والرجل لازقه بخطوط قويه جدا، بحيث انها تديني احساس ان الجسم ده تقيل، في حاجه مثبتاه في الارض، تمام؟ الملامح هخليها ملامح قاسيه شويه، او ملامح حد بيتعذب ان هو شايل حاجه تقيله، يديني احساس كده ان هو يعني فاهم، يعني بيعض على اسنانه كده انه شايل حاجه تقيله، فادتني احساس ان هو شايل حاجه تقيله. لكن حركه الجسم محتاجه شغل شويه. الظهر اللي واقف ده وحركة الصندوق لا، هخليه مايل شوية، يعني حركة الظهر اللي هو الظهر اللي ورا ده خليته المايل لورا اكتر، تمام؟ برسم بقى نفس التفاصيل بتاعتي. الدراع، الصندوق هخليه يعني رميه كده على على بطنه كده، عارف انت لما حد يشيل حاجه تقيله فيروح راميها على صدره كده ويشيل ببطنه، بيشيل بجسمه كله. طيب انا عاوز ده يوصل للمشاهد ازاي؟ من خلال الحركه التقيله للرجل، الرجل اللي هي المقوسه، والملامح كمان، الملامح الوش اللي هو برضه بيتعذب بالطريقه دي، والصندوق اللي مايل جاي على وشه والكلام ده كله مديني احساس ان هو تقيل، تحس كده ان الرسمه التانية اتقل من الاولانيه كمان، مع شويه بقى اللي هي التاتشات بتاعت الكاريكاتير بتاعتنا اللي احنا بنحبها، اللي احنا دايما بنشتغل فيها. اللعبة هنا الاكتر على الملامح، يعني ملامح الوش المرتاح بعمله عادي جدا، اللي هو عينين بقى وبق والكلام ده، ومبتسم
بيضحك. لكن الوش اللي بيتعذب تحس ان هو ايه مكشر، عضد على اسنانه. طيب هل شرط ان هو يبقى شايل حاجه تقيله علشان يبقى بالشكل ده؟ لا، ممكن يكون شايل افكار تقيله جدا مخليها شكله مكشر وتحس ان خطوته تقيله. فاللعب بتعبير الوش وحركه الجسم مهم جدا ان انت توصل الفكره بتاعتك. بس حبيت ان انا دردش معاك في حاجه خفيفه كده علشان ما اعطلكش عن المذاكره، عشان عارف ان في امتحانات.